السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا كاملين على خير وبخير. مبروك عواشركم، الله يدخل عليكم بالصحة والرزق باش ما تمنيتو يا ربي. مرحبا بكم في قناة شيوات متنوعة مع إيمان. اليوم إن شاء الله فيديو جديد غادي نقدم معكم مقروط ديال التمر. صراحة كيجي اقتصادي، كيجي رائع، لا في المذاق لا في الشكل. نتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليه بواحد اللايك وتبارطاجيو مع الحباب. باش ما نطولش عليكم نخليكم مع الطريقة والمقادير. بسم الله على بركة الله. ندوزو للمكونات والطريقة في نفس الوقت. خديت بول درت فيها 500 غرام ديال سميدة، ما يعادل نصف كيلو سميدة اللي كنصاوبو بها البسبوسة والحرشة. وهنا عندي 200 غرام ديال الزبدة اللي ذوبتها. انا هنا استعملت غير الزبدة اللذة، الا بغيتو تستعملوا الزبدة حيوانية يمكن لكم. صافي، وغادا نضيف الفاني. انا ضفت هنايا 2 اكياس ديال الفاني. وبطبيعه الحال ما غاديش نساو الملحه، غادا نضيف 4 معالق ديال الملحه باش كنعادلوا الذوق. وغادا نخلط هاد المكونات مزيان حتى كتلبس لي هذيك السميده بالزبده. كنبسبسهم البنات حتى كيتبسبسوا ليا مزيان وكتلبس ليا كيف ما قلت لكم هذيك السميده مع الزبده. وغادا نغطيهم. صافي، هنا من بعد ما لبست ديك السميده مزيان بالزبده غادي نغطيها ونخليها ترتاح تقريبا واحد 10 دقائق بين ما دزت وجدت الحشوه ديال التمر ونرجع ليها. صافي، هنا غادي ندوز نحضر الحشوه باش غادا نعمر هذاك المقروط من بعد ما خليت هذيك السميده كترتاح. هنا عندي 500 غرام ديال المعجون ديال التمر. صافي، غادا نزيد عليها واحد معلقه كبيره ديال الزبده، وايضا غنضيف واحد معلقه ديال ماء الزهر. غنضيف عليهم معلقه صغيره ديال القرفه، وايضا غنضيف واحد 2 معالق كبار ديال الجنجلان اللي بطبيعه الحال كنكونوا منقيينه ومحمرينه. بالنسبه للجنجلان كيبقى اختياري، اللي بغى يضيفو يضيفو، اللي ما بغاش يضيفو بلاش، يخلي غير هذيك العقده ديال التمر غير هكاك منكهه بالزبده وما زهر والقرفه راه كتجي زوينه. صافي، انا كنخلط هاد المكونات مزيان حتى كيتجمعوا ليا مع بعضياتهم. صافي، هنا من بعد ما ارتاحت ليا السميده غادا نضيف لها واحد 2 معالق كبار ديال الدقيق الفورص، وغادا ندخل هذاك الدقيق مع السميده. وهنا عندي واحد نص كاس ديال ماء الزهر غنضيفو على هذا الخليط. وايضا عندي كاس ديال العنبه ديال الماء حتى هو غادا نضيفو. ونحاولوا ما نعجنوش هاد المكونات البنات، بحال غير كنحركوا باطراف اصابع ديالنا. غنضيف نص كاس اخر ديال الماء حتى كيتجمع ليا الخليط. حاولوش نجريو هاد السميده. بالنسبه للبنات اللي ما كيديروش الشباكيه في هذا رمضان وكيبغيو شي حاجه حلوه، علاش لا ما نديروش هذا المقروط، راه كيجي رائع البنات. صافي، كيف ما قلت لكم هنا دخلت معايا تقريبا كاس ونص ديال الماء ديال العنبه، نص كاس صغير ديال ماء الزهر. صافي، كنحرك هاد المكونات مزيان. وهنا البنات هذا هو القوام اللي كنتحصلوا عليه. كيف ما قلت لكم ما نعجنوش السميده ديالنا، غير كنجمعوها بحال الشكل ديال الحرشه. ملي كنبغيو نصاوبوا الحرشه غادي نخليها هنايا تقريبا غير واحد 2 دقائق ولا 3 دقائق غير بما تشربات ليا شويه وندوز باش نخدم بها ان شاء الله. هنا من بعد ما خليت هذيك السميده كيف ما قلت لكم غير تشرب لي واحد 3 دقائق ولا كاع 5 دقائق. صافي، هنا غادي ندوز نحضر حرابل بحال هكا على هذا الشكل. صافي، هنا كنرص سطح العمل بالسميده بشويه ديال السميده كيف ما شفتوا معايا البنات، وكناخذ واحد الكميه. صافي، كنبسطها بحال هكا على هذا الشكل، نتمنى يكون واضح. وكناخذ هذاك الحربول ديال التمر اللي صوبت وكنحطو وسط منها بحال هكا، وكنبدا نجمع عليها. صافي، وكنجمع عليها هاد السميده. ولا بانت لكم العجينه كتلصق البنات رشوا بشويه ديال السميده بحال هكا. صافي، كنحاول كنحربلها على هذا الشكل، ما غليظه ما رقيقه. وبطبيعه الحال كنقادو بيدينا، الا بانت لينا شي بلاصه غليظه ولا رقيقه كنحاولوا كنبسطوها على هذا الشكل. نتمنى يكون واضح. وهنا وكندير اصبع على هذا القياس. صافي، وكنقطع. نتمنى يكون واضح.
وكنقطع على هذا الشكل كما شفتوا معايا البنات. وكناخذ شي صينيه ولا شي صفيحه ولا شي حاجه وكنبدا نحط المقروطه ديالي حدايا حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. راه ساهل ودغيا كيوجد معانا واقتصادي البنات. كيف ما قلت لكم اللي كتعجبو شي حاجه هكا حلوه في رمضان وما صوبش الشباكيه ولا بوشنيخه، راه هذا راه كيجي ساهل وكيجي اقتصادي. نتمنىكم تجربوه ان شاء الله يا ربي. من بعد ما كملت الكميه كامله اللي عندي دابا غادي ندوز باش غادي نقليهم. تبارك الله راه كتخرج خير الله. انا خرجت ليا 2 لاطات من هادو غادي نقليوها في الزيت اللي كتكون سخونه. وبالنسبه اللي مبغاش يقليها يخشيها في الفران، ولكن صراحه ملي كنقليوها كتجي احسن. صافي غير كياخذوا لنا هذا اللون الذهبي مباشره كنحيدهم كنغطسوهم في العسل وهما باقيين سخان البنات. صافي هما باقيين سخان هنايا كنغطسهم في العسل. وهنا المقروط ديالي ها هو طاب. صافي اللي طيبتها كنطفيها في العسل باش كيجي شارب العسل مزيان. صافي هنا خديت هاد الطبيسيل كنستف فيه. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي، راه كيجي رائع البنات. غير جربوه ان شاء الله راه غادي يعجبكم هذا المقروط. وكيف ما قلت لكم راه ساهل اقتصادي، ما فيهش كثره القوام، ما فيهش كثره المكونات. اللي عجبو لا فيديو ديال اليوم ما يبخلش عليا بواحد اللايك، يبارطاجي مع الحباب من باب التشجيع. ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.